مشهد معالي زايد الساخن الممنوع من العرض بأمر الرقابة، واللي بسببه اترفع عليها أكتر من قضية هي والفنان ممدوح وافي. جوزها دخل عليها لوكيشن التصوير لقاها في أحضان ممدوح وافي وهو قاعد يبوس فيها. معالي زايد طلعت واتكلمت عن المشهد ده، وقالت إن المشهد ده ما كانش تمثيل وقال بجد وكان بحقه حقيقي، وإن المخرج ضحك عليا وأنا ما كنتش عاوز أقدم المشهد ده. جوزها دخل عليها لوكيشن التصوير لقاها في أحضان ممدوح وافي، فجرها من شعرها وفضل يزعق لها طول الطريق، ولما وصل البيت حلق لها شعرها زيرو، وبعد كده ساب لها البيت ومشي وبعت لها ورقة طلاقها. معالي زايد اتجوزت مرتين في حياتها. المرة الأولى كانت من مهندس واستمر الجواز 3 سنين قبل ما ينفصلوا، والمرة التانية كانت من طبيب واللي شافها لما كانت بتعمل عملية جراحية وأعجب بيها. معالي زايد شاركت في الفيلم ده وهي عمرها 21 سنة. معالي زايد لما حلق لها شعرها زيرو طاقم العمل بتاع الفيلم اضطر ينتظر 6 شهور كاملين لغاية ما شعرها ما يرجع ينمو تاني، ولما اتأخر نمو شعرها اضطروا يستخدموا باروكة شعر عشان تقدر تكمل تصوير مشاهد الفيلم.